السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. النهارده فيديو يا جماعة عن الأعراض بتاعة الحمى القلعية، عشان الناس تقدر تعرف على المرض وتقدر تتعامل معاه بدري، وتقدر تعزل الحالات اللي هي مصابة. وتقدر كمان ان انت لو بتشتري من السوق او بتشتري من اي مكان معين، تقدر تخلي بالك من البهيمة اللي قدامك، تشوف اذا كان عندها نفس اعراض الحمى القلعية ديت، في عرض ظاهر عليها ولا لا. اول حاجة يا جماعة من الاعراض اللي بتظهر في مرض الحمى القلعية، بتلاقي درجة الحرارة بتاعة الحيوان اللي قدامك، سواء كانت بقرة او جاموسة، لان طبعا الموضوع بتاع الحمى القلعية ده ممكن بيجي للبقر، وممكن بيجي للجاموس كمان. فطبعا بتلاقي درجة الحرارة مرتفعة 41، وطبعا مع درجة الحرارة بتلاقي الحيوان اللي قدامك ما بياكلش، فيه فقدان شديد للشهية، مفيش الحيوان تجيب له أي أكل مش راضي ياكل. طبعا في خمول في الحركة بتاعت الحيوان، الحركة بتاعته تلاقي الحيوان ساكن كده وحاطط بوزه على الطوالة كده، أو الحيوان راقد ما بيتحركش قوي، أو مش قادر يقوم، أو مش عاوز يقوم. طبعا بتلاقي طبعا من العلامات الظاهرة قوي للحمى القلعية إن بيتكون فيه زي تقرحات كده طبعا على بوز البهايم وفي اللسان بتاع البهايم وفي الحوافر بتاعة البهايم. والتقرحات دي طبعا بتتطور لأن هي لدرجة إن هي بتكبر قوي في بوز البهايم وفي اللسان طبعا وفي الحوافر، لدرجة إن هي ممكن تبوظ الحوافر بتاعة البهايم، وبتخلي بوز البهايم مهري خالص، والبهايم طبعا مش قادرة تاكل. العرض كمان اللي بيبقى ظاهر جدا على أي بقرة أو أي حيوان عنده الحمى القلعية، وهو سيلان اللعاب. بتلاقي البهايم مريلة طبعا من بوج البهايم، تلاقي طبعا نازل منه ريالة او نازل منه رغاوي، نتيجة ان هي طبعا مش قادرة تبلع ريقها، او مش عارفة تشتر، او مش عارفة تاكل اي حاجة، فطبعا سايبة الريالة بتاعتها نازلة على طول من بوز البهايم من قدام. طبعا بتلاقي جرح شديدة طبعا، قلنا في اللسان وفي البوج طبعا، فبتؤدي ان هي سيلان البهايم ديت، سيلان اللعاب بتاع البهايم. والجرح دي طبعا بتبقى في الرجلين وبتعمل عرج شديد جدا، بتلاقي البهايم برضو بتعرج، البقرة مش قادرة تمشي وبتعرج طبعا، مش قادرة تمشي على رجلها، لأن الجروح ديت أو الجرح ديت بتبقى مادة في الحوافر بتاعت البهايم من جوه، فطبعا البهايم ما بتبقاش قادرة تتحرك. طبعا يا جماعة في الحيوانات الصغيرة بتكون الأعراض جامدة جامد عن الحيوانات الكبيرة، لأن طبعا العجول الصغيرة ما بتستحملش إن هي يبان عليها الأعراض دي كلها. أول ما بيجي العجل مثلا بتبقى أمه بترضعه عندها المرض، أو بيبقى في بهايم في المكان عندك عندها المرض، بيقوم طبعا العجل الصغير ميت على طول، بتلاقي وفيات بنسبة كبيرة جدا في العجول الصغيرة اللي هي الرضيعة بالذات، لأن المرض بيأثر على القلب بتاعه، وطبعا القلب بتاعه والأعضاء بتاعته اللي بتبقى لسه ما اكتملتش، فطبعا بتلاقي البهايم الصغيرة ماتت على طول، حتى من قبل ما يظهر عليها الأعراض اللي هي بتبقى على اللسان أو على البج الفم بتاع البهايم أو على الحوافر بتاعتها. بكده بنكون طبعا وصلنا لنهاية الفيديو. في الفيديو الجاي إن شاء الله هقول لكم إزاي إنك أنت تقدر تعالج المرض أو تتعامل مع المرض، لأن طبعا هو المرض كعلاج ان هو يقتل الفيروس نفسه بتاع الحمى القلعية مفيش علاج، بس احنا طبعا بنتعامل مع الاعراض، لازم نتعامل معاها بطريقة كويسة جدا، ونتدخل بسرعة، لان طبعا معظم الادوية اللي موجودة اللي انت بتحقنها، سواء كان خافض حرارة او مضادات حيوية، بتأثر برضو على الهضم بتاع البهايم، وبتأثر على القلب، وبتأثر على الكبد بتاع البهايم لما تستخدمها لفترات طويلة. يعني ممكن المضادات الحيوية وأنواع كتير جدا من خفض الحرارة دي المفروض تستخدمها مرة أو اتنين أو تلاتة بالكتير، يعني مدة العلاج بتاعها بتبقى 3 أيام أو يومين. فطبعا الدور بتاع الحمى القلعية ده بيبقى ده مطول معانا، فبيبقى عايز علاج معين إن أنت تقدر تستخدمه لمدة مثلا 10 أيام أو 15 يوم، لحد ما طبعا الأعراض تبدأ تروح، والمناعة بتاعت البهائم تقدر تتغلب على المرض. وطبعا في حاجات تانية طبعا ياما بنعملها مع العلاج، هنقولها إن شاء الله في الفيديو الجاي. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.